اللين رحمة، وكل هين لين ربنا سبحانه وتعالى حرم جسده على النار. الأمور اللي تعدي عديها، اللي تقدر تسامح فيها سامح، الحق اللي تقدر تتنازل عنه وانت قوي وتقدر تاخده اتنازل عنه لله. يا صباح الفل والجمال على احلى اخوات واحلى صحاب، يا رب تكونوا كلكم بالف خير. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. قولوا لي عاملين ايه في رمضان واخباركم؟ عايزه اقول لكم الصيام جميل جدا والايام جميله قوي. يعني ما شاء الله رمضان السنه دي حلو قوي بصراحه، يعني في صيامه وفي كل حاجه. قولوا لي بتروحوا تصلوا التراويح بره زي حالاتي؟ بنروح نصليها في المسجد او بتصلوها في البيت؟ السنه دي اول سنه ليا اروح اصليها في المسجد. ما كنتش بروح اصليها السنين اللي فاتت دول بسبب ان الولاد كانوا عندي صغيرين. هما ما زالوا، بس يعني ايه، قعدوا فاهمين يعني ان انا قلت لهم بس اقعدي هنا اسكتي، فخلاص قعدوا فاهمين ان انا لما اقول لهم بس يبقى هي بس. فبصراحه يعني صلاه التراويح جماعه في المسجد حاجه حلوه قوي قوي، وانا كنت نفسي بقالي سنين نفسي اروح المسجد، بس ما كنتش بعرف بسبب الولاد وكده. بس السنه دي قلت بقى بما انهم فهموا كده فايه هروح برضو. ويعتبر دي اول مره ان انا احضر رمضان في الشتاء، يعني دي اول مره في حياتي من يوم ما اتولدت ان انا احضر رمضان في الشتاء. دي برضو حاجه بسطاني وحاساها حاجه حلوه في رمضان بصراحه. تحسي كده ان انتي مش عطشانه طول اليوم كده زي الصيف وكده، ولا جعانة، يعني الجوع اللي هو العادي الطبيعي. فبصراحة رمضان جميل، كل سنة وانتم طيبين. وهو خلاص بيجري، يعني النهاردة 14 رمضان، مش عارفة هو بيجري ليه ومستعجل ليه. أيامه كلها خير. وبصوا أنا من الناس اللي ما بيخش عليا رمضان عايزة أقول لكم ببقى سعيدة سعادة غير طبيعية، وببقى زعلانة قوي، أقسم بالله ببقى زعلانة جدا وهو ماشي كده. بصوا أنا بقعد أعد في الأيام، مش بعد في الأيام إن أنا مستعجلة إن هو عايزاه يمشي، لأ، بعد الايام اللي انا زعلانه ان هو هيمشي، ان هو شهر في السنه وهيمشوا. على فكره مش كتير للاسف مش بيحسوا بالحته دي او بالاحساس ده، انك انت تحسي ان رمضان دوت حاجه كبيره بالنسبه لك، فده شيء حلو جدا. بتحسي بفرحه. في ناس كده بيجي عليها رمضان وبيروح عليها رمضان، يعني بييجي وبيمشي، تحسي اللي هو لا أثّر فيها ولا طلعت مستفادة في الشهر بتاعه بحاجة، ولا حسِّت بأي حاجة في رمضان. وللأسف دوّة شيء مش حلو. أنا عارفة إن في ناس كتير بتمُر بالحالة دي، بس أنا مش عارفة أقول لكم تحسّنوها إزاي، أو يبقى عندِك إحساس كده أو ممتنة كده للشهر الكريم والشهر الفضيل ده. مش عارفة برضه أقول لِك تعملي إيه عشان تحسّي بكده. بس اللي أنا يعني كل اللي هاقدر أقوله لِك اللي أنتِ يعني إيه، تواظبي على صلاتِك، تواظبي على قرآنِك، تواظبي. بمناسبة بقى القرآن، قولوا لي ختمتوا والّا لسه؟ أنا خلاص أهوّة هاختم الختمة الأولى ليّا، عشان أنا واعدة نفسي الشهر دوّة اللي أنا هاختمه مرتين. واعدة نفسي قُلت لازم أختمه مرتين. أنا خلاص في التشاطيب الأخيرة في من الختمة الأولى، والختمة التانية إن شاء الله عايزة أخلّصها بإذن الله قبل كده، يعني قبل ال25 رمضان. كان نفسي إن أنا أختمه مرة و2 و3 و4، بس طبعًا عشان أنا عندي مسؤوليات تانية، عندي ولاد وعندي أكل وشرب وبيت، ومسؤولة طبعًا عن بيت حمايا تحت والشقة بتاعتي فوق. فطبعًا ده برضه مش سهل يعني، وبرضه مش عايزة أقصّر فيه. فأنا طبعًا يعني أول ما باقوم من النوم بابقى إيه، باحاول بعد صلاة التراويح باصلّي الفجر، وباحاول أقرأ جزء أو أكتر على قد ما باقدر. يعني دوّة أكتر وقت إن أنا باقرأ فيه. والجزء التاني بقى دوّة باقرأ فيه على مدار اليوم. يعني بعد صلاة الضهر ممكن أقرأ ربع جزء، بعد صلاة العصر وهكذا. يعني باحاول إيه، يعني بقية اليوم اللي أنا أقرأ فيه جزء أو يعني على قد ما باقدر. بس أنا باحاول اللي أنا ماشية على جزئين في اليوم، جزء بعد صلاة الفجر والجزء التاني ماشية بيه على مدار اليوم. فربنا يا رب يعيننا، واللي ختم مرة و2 و3 ربنا يعينه ويقويه. بس طبعًا كل واحد بقى ومقدرته. فأنتِ لو عندِك وقت فاضي استغليه في قراءة القرآن، دوّة طبعًا شيء جميل وشيء يعني له أجر كبير أوي عند ربنا. ويا سلام بقى لو تقرأيه بتدبُّر، ياه! يا سلام! أنا باحاول إن أنا أقرأ بتدبُّر، بس مش التدبُّر اللي هو عشان أكون صادقة يعني، لأ، باقرأ باحاول أستوعب وأفهم الجُمل، مع إن في حاجات مش آيات كده ممكن ما أفهمهاش. بس إن شاء الله ناوية بإذن الله أجيب بقى مصحف اللي هو فيه تفسير للقرآن دوّة، بحيث إن أنا إيه، هيسهِّل عليّا كتير يعني.
فالحمد لله، اللهم لك الحمد يا ربي إن أنا وصلت لمرحلة زي دي. أنا كنت باحلم إن أنا أوصل في يوم من الأيام إن أنا أكون مُقبلة على القرآن بشكل كبير، إن أنا أبقى حابة. يعني دلوقتي عايزة أقول لكم بابقى بدي أخلّص اللي ورايا عشان أروح أقرأ الجزء بتاعي. والحمد لله اللهم لك الحمد برضه دوّة فضل ومنة من ربنا عليَّ، إني ما عُدتش باقرأ القرآن بس في شهر رمضان زي زمان، إن أنا كنت خلاص يعني عندي القرآن دوّة في شهر رمضان، وكل جمعة أقرأ الورد بتاعي اللي هو سورة الكهف وسورة النور والواقعة. ده كان الورد بتاعي، وبقية الأسبوع ما كنتش باقرأ. فلأ السنة دي بقى أو السنتين 3 الأخَرى من حياتي كده، لأ يعني فهمت حاجات كتير واتغيّر فيّا حاجات كتير، ويا رب أتغيّر للأحسن يا رب. هنا بقى خلّصت بقى الرُكن عندي فوق، ووريتكم بقى الtouch الأخير والمنظر الأخير بعد الروقان كده ما روّقناها. وبقيت طبعًا الشقة أنا كنت محافظة عليها، باحاول إن أنا ما أرهقش نفسي بس في الشقة فوق وفي بيت حمايا تحت، لإن دلوقتي أكتر قعدتنا في بيت حمايا من تحت. فباحاول إن أنا تبقى الشقة عندي على قد ما أقدر نضيفة وبلملمها كده أول بأول، علشان أرتاح ويبقى على قد بس إن أنا بيت حمايا وكده يعني. تعالوا بقى أقول لكم نعمل صينية البتنجان دي هاعملها إزاي. بُصّوا بقى عايزة أقول لكم إحنا ملّينا، مش هاقول زهقنا، هاقول ملّينا شوية، فقُلنا بقى نغيّر. مش قُلنا بقى عايزين ناكل لحمة والّا ناكل فراخ والّا ناكل بَط والّا ناكل مكرونة بالبشاميل، مع إن أنا هاعملهم يعني كلّها، بس أنا قُلت هاغيّر بس اليوم ده. فقُلت بقى هاعمل زي زمان صينية البتنجان في الفرن بالدقة كده أو بالخلطة، وهنقلي بقى طبق بطاطس كده محترم، ونجيب طعمية. عايزة أقول لكم إحنا عندنا في رمضان الطعمية أساسي على الفطور، لازم نجيب كل يوم لا إما ب20 جنيه لا إما ب15 جنيه. بس المهم لازم أساسي إن إحنا تكون عندنا على الفطار نفطر بيها، بعد الأكلة الأساسية اللي أنا باكون عاملاها. يعني سواء عاملة أي أكل لازم برضه هيكون في طعمية، إحنا دارين على كده أو متعودين على كده. المهم بقى دي بقى البتنجان دوّة. بُصّوا أنا جبت البتنجان عندي كده قشّرته، مش قشّرته كلّه، قشّرت كده نُص البتنجانة يعتبر طبعًا زي ما ظاهر عندكم في الفيديو، يعني الشرح واضح عن ما أنا هاتكلم. فالمهم بعد قسمتها لنُصّين أو ل3 على حسب طول البتنجانة، وبعدين رشيت عليها كده وبعدين فتحتها من النُص ورشيت عليها شوية من الملح وركنتها على جنب. الخلطة بقى عبارة عن توم وطماطم وفلفل حراق وفلفل بارد، ومعايا عصير ليمون، ومعايا شوية من الخل، ومعايا بقى بهارات كزبرة، كمون، فلفل أسمر، وملح، ورشة من البابريكا بس، وشوية شطة. دي البهارات اللي أنا ضفتها، وقلّبت بقى طبعًا الخلطة كلّها كده مع البهارات زي ما قُلت لكم كده. وجبت طبعًا البتنجان فتحته طبعًا زي ما أنتم شايفين وهابدأ أحشيه. بُصّي بقى لو أنتِ رشيتِ الملح والملح لسه البتنجان ما اتشرّبش الملح ولسه عليه وأنتِ بدِّك تحطّي الخلطة عليه، فابدئي اشطفي البتنجان عشان ما يبقى مش يبقى حادق معاكِ. بس يُفضّل إنِّك أنتِ تعملي البتنجان زي ما أنا عاملاه كده، وتروحي رشّة عليه رشّة من الملح وتسيبيه حوالي كده نُص ساعة، بحيث إن جسم البتنجان أو لحم البتنجان يبدأ يتشرب الملح. ما لحقتيش يبقى ادّي له شطفة كده خفيفة وكفاية اللي هو تشربه، وابدئي بقى حُطّي الخلطة في قلبه طبعًا زي ما أنتم شايفين كده. عايزة أقول لِك كانت عجبت حمايا وقال لي: "أنتِ مش بتعمليها من زمان ليه؟" لإن كانت حماتي معوّداه عليها يعني. فقُلت له: "معلش بقى سُهى عليّا كده، كل يوم بقى أعمل أكل شكله وكده." فكنا عايزين أكل بعيش بصراحة يعني. فقُلت طبعًا هاعمل صينية بتنجان في الفرن، وهاعمل طبعًا عندي كبدة فراخ أو كبدة بَط المتوفر، هاشوف عندي يعني لسه هاطلّع وهاعمله. بس أنا رسيت في الآخر على كبدة البَط تمام. وبعدين بقى دخّلت عندي صينية البتنجان عندي في الفرن، وجبت بقى الكبدة كده عندي قطّعتها. كان عندي كبدة مستوردة بس كانت خلصت يعني. كنت عاملاها برده كان طعمها لذيذ جدًا. طبعًا هاعمل بقى طبق بطاطس، وبعت بقى محمد ابني قُلت له بقى هات ب20 جنيه طعمية، لإن طبعًا يعتبر الأكل كده هيبقى اللهم صل على النبي كلّه بعيش مش هيبقى فيه رز يعني وكده. قشّرنا بقى طبعًا بطاطس، وهنا بقى هاعمل الكبدة زي ما باعملها في الكبدة الإسكندراني كده، برضه هاعملها بنفس الطريقة، إنِّك أنتِ بتحطّي شوية من الزيت أو شوية من السمنة، بابدأ أنزل عليهم الكبدة، بابدأ أشوّحهم كده لمّا تبدأ تنشف، السوائل اللي نزّلتها أو المَيّة اللي نزّلتها تبدأ تنشف تمامًا. بانزل عليها فصّين من التوم أو 3، بابدأ أشوّح التوم كده مع الكبدة. هنا بقى باحب أحط كده معلقتين من الخل، بتقضي على أي زفارة في الكبدة. وبعدين بانزل عندي ببصلاية كبيرة، ببصلتين، ده يرجع لِك أنتِ. أنا عن نفسي باحب أكتر البصل جدًا في الكبدة، باحس كده بيدّيها طعم حلو وفي نفس الوقت بيزوّد الكمية. ونزلت بقى كده عندي بفلفل حراق حوالي كده 3، 4 قرون، ونزلت عندي بقى ببهارات كمون وفلفل أسمر وكزبرة وملح.
بس كده، ما ضفتش اي بهارات تانية، وقلبت طبعا الكبده كده كانت جاهزه معايا. وهنا بقى طلعت عندي صينيه البتنجان طبعا زي ما انتم شايفين كده، وقلت طبعا بطاطس جنبها وهنا طبعا الكبده. طبعا مش دي كل الكميه، بس عندي الولاد الصغيرين طبعا خالد وريتال حطيت لهم منها كلوا، يعني كلوا عشان كانوا جعانين فمش هيستنوا طبعا. مع ان المغرب كان فاضل يعني حوالي عليه تلت ساعه، بس طبعا اطفال مش عارفين حاجه فايه جعانين، فحطيت لهم ان هم ياكلوا وكده، بحيث ان طبعا هم برضو بريحوني في الفطار، ان طبعا بيبهدلوا الدنيا بصراحه يعني. ف حطيت لهم يعني ياكلوا. هنا بقى كنت ناسيه الطعميه، او كان لسه محمد ابني ما جابهاش، حطيتها بقى وكده. بقى فيديو النهارده يكون خلص. ما ننساش بقى اللايك والاشتراك في القناه.